السلام عليكم، اهلا وسهلا فيكم صبايا وين ما كنتوا عم تشوفوني. واذا كنتوا جداد على القناة اول مرة بتشوفوني عجبكم الفيديو اتمنى تنوروا قناتي وتشتركوا فيها وتنوروني، واهلا وسهلا فيكم. اليوم رح نعمل لحم عجين السوري بطريقة كتير سهلة بدون عجين بدون تعب بخبز التورتيلا. اول اشي معانا كيلو لحمة غنم مفرومة ناعم، تكون اللحمة مدهنة شوي، قسمتها بالنص، رح نعمل نص بخضرة ونص بدبس رمان. اول اشي حطيت له بصلة كبيرة مفرومة ناعم للحم بعجين اللي رح نسويه بدبس رمان. كمان حطيت له بصلة كبيرة مفرومة ناعم للحم بعجين اللي بخضرة، حبة بندورة كبيرة مفرومة ناعم، جرزة بقدونس تكون صغيرة كمان مفرومة ناعم، حبتين توم صغار مبروشين ناعم، معلقة صغيرة ملح، بنحط له كمان للشكل التاني معلقة صغيرة ملح، معلقة صغيرة من بهار المشكل، كمان معلقة صغيرة للنوع التاني اللحم بعجين حطيت له معلقة صغيرة بهار مشكل، معلقة صغيرة كمان فلفلة ناعمة. للحم بعجين اللي بدبس رمان حطيت له تقريبا شي 3/4 الكاسة دبس رمان. وهلا نبلش نخلطه، بنخلط الخضرة مع اللحمة وهذا صار جاهز. هلا بنخلط النوع التاني، اللحمة مع الدبس رمان والبصلة، واخر شي بحط له معلقة كبيرة سميد حتى تمسك اللحمة على الخبزة. بنخلطهم كمان كويس وحتى يشرب السوائل كمان السميد، عشان ما يطلع منا شي سوائل من البصلة واللحمة والدبس رمان. السميد بيشرب كل هالسوائل. وهذا خبز التورتيلا معنا. طريقته كتير سهلة وطلعت طعمته كتير طيبة. وهلأ بنبدأ بنحط اللحمة على الخبزة، نضغط عليها حتى تمسك اللحمة على الخبزة وما تهر لما بدنا نشويها على الغاز. وهيك صار جاهز هذا أول قرص. نعمل التاني كمان بنفس الطريقة. ضغطته هون فورا بإيدي مشان تكبس اللحمة على الخبزة وما تهر. وعلى الغاز بطواية تيفال بحط شوي نقطة زيت بأرضها، ما بنكتر، وبنعيفها على نار هادية ومنغطية تقريبا من 8 دقايق ل10 دقايق بيكون استوى. اللحمة بتستوي، البخار هو بيسويها. بنشوف الرغيف إذا استوى من تحت وتحمر بيكون استوى وصار جاهز. وبنجهز النوع التاني من اللحم بعجين اللي بدبس رمان، وبنفس الطريقة كمان بنضغط عليه على الخبزة حتى يلزق ويمسك. وبنفس الطريقة كمان بنحط شوية زيت بالطواي وبنتركه على نار هادية وبنغطيه حتى يستوي على مهله. وهذا شكله النهائي. طلعت طعمته كتير طيبة، طريقته كتير سهلة بدون ما تغلبي حالك وتعجني وتتعذبي بالعجين. بخبز التورتيلا كتير سهل وطيب. أتمنى يعجبوكم وصفاتي السهلة والبسيطة وتجربوها وتعطوني رأيكم فيها. وأهلا وسهلا فيكم بكل مين انضم للقناة جديد، نورتوني. وما تنسوني من دعمكم وتشاركوا الفيديو مع أصدقائكم. وأهلا وسهلا فيكم. السلام عليكم.